ازيكم؟ في فيديو النهاردة هقولك ازاي تعملي اكتر من 70 قطعة ميني بيتزا من نص كيلو دي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. الكمية هتعملك حوالي كيلو و350 جرام من نص كيلو دي، بس بتكنيك بسيط قوي، وهتطلع معاكي بيتزا الافران احلى واطعم والذ كتير جدا من بره. وده مش رأيي، ده رأي كل اللي دقوها وقالولي ان طعمها احلى كتير من اللي بيشتروها. ودي الطريقة اللي انا بطلع بيها اوردرات لعملائي. شايفين قد ايه بقى التوريقة بتاعتها وقد ايه هشة جدا ولذيذة وطعمها حلو قوي. شايفين الجمال واللذاذة؟ طبعا هتضمني مش بس توفير، لكن كمان هتضمني كل الخامات اللي انتي مستخدماها. يلا بينا نسمي الله، لايك وشير للفيديو، ويلا بينا نقول الطريقة. اول حاجة معانا في بولة هنضيف 250 ملي من المية الدافية. بعد كده معانا معلقتين صغيرين من السكر، وهنضيف كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية حوالي 10 جرام. هنقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية لما السكر يدوب ويمتزجوا كده مع المية. بعد كده يكون معايا معلقتين من الزيت، وكمان هضيف بيضة. طبعا تقدري تضيفي البيضة او تستغني عنها، لكن هي مش هيبان ريحتها ابدا ولا اي حاجة. معايا نص معلقة من الملح، ومعايا باكو من الفانيليا. وما تقلقوش، مش هيبان ريحتها ان هي حلويات ولا اي حاجة، لكن هتديكي ريحة حلوة قوي للعجينة. بقلبهم مع بعض، وبعد كده بيكون معايا نص كيلو من الدقيق، دقيق جمال استخدامات. انا بضيفه كده على جزئين وابتدي اعجن الخليط ده. طيب لو انتي مش عايزة تستخدمي البيضة، ايه البدايل؟ ممكن طبعا تستخدمي مثلا معلقتين من اللبن البودر، ممكن معلقتين من الزبادي، لكن طبعا نراعي كمية السوائل. لكن ما تقلقيش، البيضة مش هيكون ليها اي تأثير يعني او ريحة في العجينة، بالعكس هتديكي هشاشة حلوة جدا لعجينة البيتزا او الميني بيتزا. بحط باقي خليط دي وابتدي اعجن كده. طبعا الميني بيتزا نقدر برضو نعملها بدقيق اسمر. لو الناس عندها مشكلة في استخدام الدقيق الابيض، ممكن تعمليها عادي جدا بالدقيق الاسمر. ابتدي اعجن العجينة بتاعتي الاول كده بالمعلقة. انا هنا حسيت ان هي محتاجة شوية مية، ضفت يدوب معلقة واحدة بس، يعني كمية المية اللي انا ضفتها كلها حوالي 260 مللي. بعد كده بحط كده رشة من الدقيق كده على الرخامة بتاعتي، وببتدي اخد العجينة واعجنها كويس قوي على الرخامة. هي العجينة بيكون فيها تلزيقة كده شوية، ممكن ترشي شوية دقيق على ايديكي علشان ما تمسكش في ايديكي، وابتدي تعجنيها كويس جدا. نلم طبعا كل العجين ده زي ما احنا شايفين كده، ونبتدي نعجنها كويس قوي على الرخامة. مهم جدا الخطوة دي، وانا وريتكم قبل كده اكتر من مرة ازاي نعجن على الرخامة، وطبعا موضوع العجن على الرخامة ده بيكون اسهل كتير. كده لمينا العجينة بيكون فيها تلزيقة بسيطة كده، وبتكون عجينة مفتوحة. بعد كده رشة كده من الدقيق على الرخامة، وببتدي احط عليها كمان رشة من فوق، وافردها كده فردة بسيطة، واحطها ترتاح عندي لمدة 10 دقايق. انا هنا مش هخمر العجينة، انا هريحها بس، يعني كل المراحل اللي هنشتغل فيها مش هيكون فيها تخمير. بعد كده هيكون معايا طماطم متقطعة، عليها فلفل اخضر، تقدروا تستخدموا سبايسي او فلفل بارد عادي براحتكم، وكمان زيتون متقطع. وهقلبهم مع بعض. انا مش هحط عليهم اي حاجة خالص، لا ملح ولا اي حاجة، علشان طبعا الزيتون طبعا بيكون فيه ملح. غير كده انا مش عايزة الطماطم بتاعتي والخضار يدبل وينزل مية كتير. بقلبهم بس كده مع بعض، دي الخلطة بتاعتنا او الخضار بتاعنا. بعد كده ادي العجينة بتاعتنا اهي بعد 10 دقايق، وهنبتدي بقى
نرش دقيق كده. اهم حاجة يكون عندنا دقيق كويس من تحت، لان العجينة بتاعتنا فيها تلزيقة خفيفة، فعشان ما تلزقش مننا على الكاونتر او على الرخامة لازم نكون حاطين كمية كويسة من الدقيق، وندي رشة من فوق ونبتدي نفرد العجينة بتاعتنا بالشكل ده. العجينة هتتفرد معاكي بمنتهى السهولة. افردها كده على شكل يعني مستطيل زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده معايا قطعة من الزبدة حوالي 70 جرام، وبتكون بدرجة حرارة الغرفة أو المطبخ، يعني بتكون زي الجبنة الكريمية كده. مهم جدا إن هي تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني تبقي مطلعاها من التلاجة من بدري أو قبلها بيوم علشان تتفرد معاكي بمنتهى السهولة. لو لقيتيها يعني جامدة شوية حاولي إن انتي تلينيها كده بالمعلقة، إن انتي تخلطيها في بعضها، أو تحاولي تلينيها شوية بالمعلقة تبقى زي الجبنة الكريمي كده علشان ما تقطعش معاكي العجينة. ابتدي افردها كده على العجينة بتاعتي كلها واوزعها. طب لو انا مش عايزة احط زبدة مفيش مشكلة، نقدر في المرحلة دي ان احنا نقطع العجينة بتاعتنا عادي جدا ونعملها ميني بيتزا من غير زبدة، لكن دي بطريقة الافران بالظبط، هما بيحطوا فيها زبدة علشان تدينا التوريقة اللي احنا بنشوفها دي او اللي احنا بنحسها في الميني بيتزا. عايزة تعمليها من غير زبدة طبعا عادي جدا. بعد كده ابتدي اطبق كده النص ده هنا، بس الجزء ده تخين شوية كنت بفرده، وببتدي باخد الجزء التاني عليه واظبطها كده زي ما احنا شايفين. اخرج بس لو في اي هوا او حاجة، وبحط رشة بقى من الدقيق علشان انا عايزة اتأكد برضو ان العجينة ما تلزقش مني، فلازم احط رشة كويسة كده من الدقيق تحت العجينة. بفردها كده بايديا، رشة بسيطة من الدقيق على وشها، وبفردها كده بالمردانة فردة بسيطة كده زي ما انتوا شايفين على طول المستطيل اللي عاملينه. وبعد كده بنبتدي نغير شكل المستطيل ده، نقلبه بقى كده نخليه بالعرض، بس اهم حاجة برضو نحط دي الاول. هنخليه بقى كده ونبتدي نفرد العجينة علشان نقطع. بزود بس الطول بتاعها شوية، وبعد كده ببتدي افرد العجينة بالعرض كده علشان هنا بخرج بس لو في اي هواء او حاجة. وببتدي احط رشة برضو من الدقيق علشان انا مش عايزاها تلزق معايا في المردانة، وافرد بقى العجينة بالشكل ده. طبعا هنا احنا حطينا الزبدة وعملنا طبقنا العجينة عليها وبنبتدي نفردها كده، هو ده اللي هيدينا التوريقات اللي بتكون موجودة في البيتزا. طبعا الطريقة دي مختلفة عن طريقة البيتزا اللي احنا عملناها قبل كده، اللي هي البيتزا العادية، اللي هي البيتزا الحجم اللارج يعني او الكبيرة. دي طريقة الميني بيتزا بتاعة الافراد. نفردها بقى كده زي ما انتوا شايفين، ادي كده فردناها مستطيل، بحاول كده اظبطها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده بيكون معايا القطاعات دي، بحاول اختار القطاعة بتاعتي الشكل المناسب او الحجم المناسب بتاعي. تقدري طبعا تقطعيها بكوباية او باي شكل انت حباه، تقدري تقطعيها مربعات كده بالسكينة على نفس الوضع ده، وتحطيها على طول تجهزيها للحشوة، مفيش مشكلة. انا اخترت الحجم ده، انا شايفة ان هو مناسب، وهبتدي اقطع بقى العجينة بتاعتي كلها بالقطاعة بالشكل ده. لو انتي مش حابة تستخدمي قطاعة تقدري تقطعيها كده على نفس الشكل بتاعها ده وتقطعيها بالسكينة مربعات متساوية. طبعا في ميني بيتزا بتكون متقطعة مربعة، وتبتدي تخلصيها على طول، ومش هتضطري ان انتي تلمي الزوايد بتاعة العجينة ولا اي حاجة. ما شاء الله النص كيلو دي بيعمل معاكي كمية كبيرة جدا، كمان بتكون طعمها حلو ولذيذ وهشة كده. قطعتها طبعا كلها ما شاء الله زي ما انتوا شايفين.
وحجم القطعة ده بالنسبة لي مناسب. بعد كده ببتدي بقى ألم الزوايد دي كلها. طبعا العجينة دي بنبتدي بجمعها كده بشويش في ايديا واعيد فردها تاني لحد اخر قطعة. بلم كل ده كده على بعض بجمعه وبغطيها بكيس بلاستيك بس علشان ما تنشفش مني. اهم حاجة بس اجمعها الاول كويس واغطيها بكيس بلاستيك واخليها لحد لما اخلص المرحلة دي، وبعد كده ابتدي افردها تاني واقطعها بنفس الطريقة. بعد كده هيكون معايا الصلصة بتاعة البيتزا. انا هنا عاملة معلقتين من الصلصة العادية خالص اللي احنا كنا عملناها معاكم قبل كده، وضايفة عليها شوية من الملح وشوية من الزعتر وبقلبهم مع بعض. معايا بقى الصينية اللي انا بحط فيها. هنا الصينية هنمسحها مسحة بسيطة كده او رشة بسيطة من المية علشان قطع الميني بيتزا ما تتحركش معايا وتكون ثابتة في ارضية الصينية. وبرص القطع بتاعتي كده بالشكل ده، وبعد كده ابتدي احط عليها الصلصة، اغطي وشها بالصلصة. هنا طبعا الموضوع سريع، يعني لو عندك طبعا صوص بيتزا جاهز او انتي عامله صوص بيتزا عاملاه، مرضتش اطول عليكم الفيديو. حابين تعملوا صوص بيتزا مفيش مشكله، لكن انا استغنيت عن الموضوع بمعلقتين من الصلصه وشويه من الزعتر. تقدروا تضيفوا كمان شويه من الريحان الجاف مع شويه من الملح علشان يكون طعمها حلو. ونبتدي بقى نحط الخضار بتاعنا على الصلصه بالشكل ده او على وش البيتزا بعد ما حطينا الصوص. بعد كده بحط شويه صغيرين قوي من الجبنه، حابه تحطي اوكي، مش حابه خلاص، لكن انا حبيت اعملها لك زي بتاعه الافران بالظبط زي ما انت شايفه كده. بعد كده بدخلها فرن ساخن على درجه حراره 180، تطلع معانا بعد 10 دقايق بالحلاوه واللذاذه دي. شايفين ما شاء الله ما شاء الله كميه قد ايه؟ نص كيلو دقيق. طيب ايه الحاجات بقى المهمة اللي احنا نقولها؟ احنا مش بنخمر العجينة، احنا بنريح العجينة بس 10 دقايق، وكمان بنريح قطع البيتزا حوالي 10 دقايق علشان تعمل معانا الطبقات بتاعتها الحلوة كده في الفرن. شايفين بقى ما شاء الله الكمية دي بعد ما خرجناها من الفرن اكتر من 70 قطعة من البيتزا او الميني بيتزا. تقدروا طبعا ما تعملوهاش بالزبده وتعملوها بالطريقه العاديه. خلاص عجننا العجينه، افردوا وقطعوا على طول وهتطلع معاكي حلوه برضو، لكن لازم تخرميها بشوكه لانها هترتفع معاكي جامد جدا. قبل ما تدخليها او قبل ما تحطي عليها صوص البيتزا حاولي تخرميها بالشوكه علشان ما تقبش جامد معاكي. وزي ما قلت لك لو حابه تستغني عن البيضه تقدري تضيفي معلقتين من الزبادي مع مراعاه كميه السوائل، وتقدري تضيفي معلقتين من اللبن البودر، هيديها طراوه حلوه قوي. شايفين بقى قد ايه اللذاذه والجمال؟ ايه رايكم؟ اتمنى انكم تجربوها بالطريقه دي وتقولي لي رايكم فيها. بصراحه كل اللي دقها قال لي ان هي احلى من بتاعه الافران بكتير جدا، وطعمها مميز وحلو قوي، وكمان هشه وطريه وفيها قرمشه بسيطه في نفس الوقت، فيها كراست كده من تحت لطيف. طعمها حلو. العجينه طعمها كمان حلو، ومع الصوص اللي احنا عملناه كان طعمها حلو جدا. شايفين بقى شكلها قد ايه جميل؟ شايفين بقى الطبقات التوريقات دي طبعا علشان الزبده اللي احنا حطيناها. بعد طبعا ما بتبرديها كويس تقدري تغلفيها وتحطيها عندك في اطباق في الفريزر وتطلعيها وهي مجمدة على الميكرويف او على الفرن، هتبقى معاكي كأنها لسه فريش ولسه مخبوزة حالا. شايفين بقى اللذاذة والجمال؟ ايه رأيكم؟ يا ريت تكتبوا لي رأيكم في التعليقات وتقولوا لي جربتوا ايه من الوصفات بتاعتي وعايزين ايه وصفات جديدة نعملها. وتدعموا الفيديو بلايك وشير لكل حبايبكم. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ما شاء الله ما شاء الله. اتمنى اشوفكم في وصفة جديدة وفان فود مع مورا. باي باي.